الحاجة زينب وقرطها الذهبي. قصة نسجها ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الأخبار وصاحب تسريب حوار السيسي المشهور الذي فضح الكثير من أسرار قائد الانقلاب العسكري. يبدو أنه حاول أن يعوض السيسي بمشهد جديد يطل به على الشعب المصري ليثير عاطفتهم في نهاية رمضان وحلول العيد، ليسوق لهم وجه الرئيس الرحيم العطوف، لعلهم ينسون ما فعله بهم طوال شهر رمضان من موجة غلاء طاحنة واختفاء للمواد التموينية، أو لعله أراد استعطاف المصريين أكثر ليخرجون زكاة أموالهم وصدقاتهم من أجل عيون السيسي. مشهد درامي أخرجه ياسر رزق لسيدة تسعينية تظهر في لقطات معدودة على شاشات التلفزيون المصري لتدعو للسيسي وتبارك أمجاده، وتنطلق بعدها القنوات والصحف لتنسج من وحي خيالها الحوار الذي دار، فتقول المصري اليوم أن اللقاء استمر 10 دقائق، بينما تقول قناة المحور أن اللقاء دام لساعة، ويخرج نجلها ليقول أن السيسي التقط حذاء السيدة من على الأرض بعد أن وقع منها وهي تستقل السيارة، والسيسي يعدها بوضع القرط الذي باعته هي منذ 10 أيام في متحف الرئاسة، بينما يفرد ياسر رزق مساحة للحوار على جريدة الأخبار وكأن اللقاء كان لأيام ليس لبضع دقائق، لعل الشعب المصري أن ينسى عذاب السيسي الذي ذاقه طوال شهر رمضان، أو أن ينسى التواطؤ المصري في قصف وحصار أهالي غزة. حاول إعلام العار المصري أن ينسي الشعب من الذي أذل هذه السيدة وجعلها لا تمتلك سوى قرطها الذين يتغنون أنها تبرعت به من أجل مصر، ومن الذي أفقر ملايين الشعب المصري والذين هم أسوأ حالا منها. الإجابة لم تكن جديدة، فهم أصحاب البيادات العسكرية. ألم يوزع جمال عبد الناصر الأراضي الزراعية على الفلاحين بعد انقلاب عام 1952 وبعد ذلك جلب لهم هزيمة منكرة من اليهود في عامي 56 و67؟ أليس هو من دمر الاقتصاد المصري وجعل مقدرات البلاد وأرواح أبنائها في يد حفنة من الضباط الفاسدين ليشبعوا رغباتهم؟ ألم يصف السادات مئات الآلاف الذين نزلوا إلى الشوارع عام 1977 بالحرامية، وذلك لاعتراضهم على رفع الدعم عن بعض المواد التموينية؟ ألم يقتل مبارك آلاف المصريين بالموت البطيء من الفقر والجوع وداخل مستشفيات الحكومة بينما كان يتنعم هو وأبناؤه وحاشيته بالمليارات؟ ألم يجهز صاحب مزاعم الرفق والحنو على ما تبقى من عام من الديمقراطية وإنجازات وزير الغلابة ليرفع الدعم عن المواد التموينية والوقود، ويرفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، ويخفض ميزانية الصحة والتعليم وتنمية الصعيد وألبان الأطفال وإسكان الشباب، ليرفع ميزانية الجيش والشرطة والقضاء؟ إنهم العسكر الذين لا يكتفون بإذلال الشعب وحسب، بل يطالبونه بأن يسبح بحمدهم على الإذلال وأن يصفق للظالم ويقول هل من مزيد؟ فهل عرف بسطاء الشعب المصري من أفقرهم طوال 60 عاما؟